ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي. اليوم طبختنا طبخة مميزة جدا، طبخة من فلسطين الحبيبة. اليوم عندنا مقلوبة فلسطينية من أطيب وأطعم الطبخات اللي ذقتها بحياتي، والحمد لله تعلمت طريقة مميزة جدا بيها، بحيث كل اللي يذوقها عندي يقول واو. هسه راح أراويكم المكونات وشلون راح أبلش بهاي الطبخة الرائعة. أول شي أني الرز أغسله وأنقعه بالبهارات والماجي لمدة ساعة تقريبا ويا مي حار. وهاي كل شي جهزت لكم حتى يعني لا نطول عليكم. البطاطا مقلية، الزهرة، القرنبيط، الفلفل والبصل، الباذنجان أهم شي، والطماطم مقلية. هاي راح تنحط بقعر الجدر. هسه نشوف احنا وياكم شلون راح نرتب الجدر. طبعا والدجاج على النار شوية بس ويكون جاهز وأكمل لكم. هسه أنا وياكم راح نصب المي على الرز، مي حار، وأغطيه لمدة ساعة. طبعا شنو راح يتشرب كل النكهات. أنا ما حكيت لكم آسفة على البهارات ماجي، وأهم بهار هو القرفة بهاي الطبخة، ورق غار، هيل، بابريكا، شوية فلفل أسود، وشوية كركم. يعني ملعقة كوب كركم، ملعقة كوب فلفل أسود، ملعقة أكل أو أكثر من القرفة أو الدارسين. أنا حطيت 1 عود قرنفل، ماجي قطعتين. أنا مسويت 3 كاسات رز كبار. هسه دا أقلبهم شوية. الملح طبعا ما راح أضيفه هسه، لأن بعدين راح أستخدم وياها سوب الدجاج اللي سلقته. هسه بعد ما قلبتها زين بالبهارات اللي هي نعيد ماجي، فلفل أسود، قرفة أو دارسين اللي هو أهم شي، هيل، كركم، بابريكا، أوكي، ورق غار، وعود قرنفل. هسه راح أغطيها ونتركها ساعة بين ما نكمل كل شغلاتنا، وأرجع لكم لما أرتب المقلوبة. هسه إجا وقت نرتب المقلوبة اللي هو أحلى وقت. هسه أول شي نحط البندورة طماطة اللي هي ما مقلية. هي طبعا تنطي نكهة وليونة للأكل، وحتى تمنع إنه الدجاج أو الحشوة تلتصق بقعر الجدر، حتى نطمن إنه ما عندي أي شي يلتصق. فنحط هاي البندورة الرائعة. هسه أول شي أنا طبعا بعد ما سلقت الدجاج خليته شوية بس هيك تحميرة يعني ياخذ لون. هسه راح أحطه بهاي الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم، حتى لما نقلبها يطلع وجهها أوكي. واخذ هذا عود القرنفل. تمام، بقت هاي القطعة تعالي اوكي. هسه نجي نحط الباذنجان سيد المقلوبة. نرتبه طبقة دجاج، طبقة باذنجان. أنا اليوم طبعا هم أحبابي وإخواني الفلسطينيين أحيانا يسوون هاي المقلوبة يا أما بالباذنجان فقط، يا أما باذنجان وزهرة اللي هي القرنبيط، يا أما بس قرنبيط زهرة يعني. أنا أحب الزهرة فسويتها ميكس. طبعا يعني جدا أنا أحبها، نكهة رائعة، شي
كل شي راح ينزل النكهات على كل شي، يعني راح يصير ميكس روعة بين الدجاج والخضار والباذنجان. شي روعة والله، يعني أكلة اللي اخترعها نقول له ثانك يو. هسه البطاطا، خلصنا الباذنجان. بطاطا هم كلش لذيذة طبعا بهاي الأكلة. أنا مرة جربتها حتى كوسة حاطين اللي هو الشجر، كانت يعني شي روعة. الخضار هاي حسب الذوق تبقى. هسه نجي نرتب الزهرة. قرنبيط أنا قليته نص قلية حتى لأن هسه راح يستوي ويا المي لما راح نسلق الرز، فما أريده كلش يذبل لأن هو روحه عزيزة بسرعة يموت. هسه أجي أحط شوية حمص، حمص مسلوق طبعا أنا سالقته بالبيت. هسه عندي هاي الخلطة الروعة اللي هي الفلفل والبصل، قلية سريعة شوية ملح حطيتها، مو كلش بس تذبيل يعني، تصير كيكة. أكلة رائعة طيبة. طبعا الفلسطينيين يسووها بالمناسبات المهمة أو بلمة الأهل والقرايب، يعني شلون إحنا من نسوي الدولمة مثلا. هسه نجي على الرز مالتنا. شوفوا شرب تقريبا المي اللي حطيته أني، كان مي مغلي وحطيت وياه البهارات. هسه أتأكد الماجي مذايب، حاول أذوبه شوية بيدي. فيعني هاي أكلة الأعراس، المناسبات، أكلة الجمعة، أكلة العطل، أكلة اللمات الحلوة لما واحد يلتم ويا أهله أصدقائه أحبابه، مثل ما إحنا عندنا الدولمة تقريبا. اليوم إحنا باعتبار عطلة عندنا سبت فسويناها. هسه راح أضيفه هو والمي مالته اللي نقعته بيه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا هاي القرفة اللي تنطي هي الريحة والنكهة المو طبيعية. اكو طبعا بهارات خاصة للمقلوبة بس اني هيج تعلمتها وعجبتني، وكانت فعلا هي بيرفكت. يعني دائما يذوقوها عندي صديقاتي حبيباتي الفلسطينيات الأردنيات، يعني انعجبوا بيها جدا. هي طريقتهم، شوية ضغطة بس بسيطة. اوكي هسه اجيب مي الدجاج او سوب الدجاج اضيف عليها واحطها على النار. انتظروني ثواني حبايبي. هسه راح نضيف السوب. انا ما اريد اخرب التصفيطة. اوكي هيك تمام. مرتفع شوية عن الرز. هاي الزهرة طلعت خلينا نضمها. يعني راح تطلع هو لا أروع. احنا كليتنا متلهفين شو وقت راح تستوي وناكلها. طبعا ما دام الرز متنقع مدة طويلة بمي الحار وكل شي مستوي فما راح تطول، يعني إن شاء الله شغلة نص ساعة ونسكب ونراويكم واحنا نسكب ونسوي التطبيلة المشهورة تطبيلة المقلوبة، ونتمنيناكم ويانا. انتظرونا حبايبي. هسه اجتي احلى لحظة بدنا ننتظرها كلنا من الصبح، لحظة قلب المقلوبة. هي سميت مقلوبة لأنه طريقة السكب تكون بقلبها بالصينية
وهاي الحبشكلات أو الأشياء اللي لازم تنأكل وياها: لبن والمخلل والسلطة، البربين والفجل والجرجير. وهسه هذا قدرنا. اوكي، بسم الله ما شاء الله. هسه راح نقلب وياكم. طبعا ما شاء الله جدر كبير، فما راح اقدر اقلبه وهو بالصينية، راح احاول اقلبه هيك مرة واحدة حار بس شوية. هسه مثل ما قلت لكم ما راح اقدر اقلبها قلبة تمام يعني بالصينية. راح اقول بسم الله ونقلب احنا وياكم. ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه، تتبيلة المقلوبة. يلا. الله الله الله، يا سلام ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ما ضايل شي بالجدر غير هاي الفتفوتة. لا مستحيل، بعد ما أقدر أكمل. أتمنيتكم ويانا تشمون الريحة وتذوقون الطعم الخرافي. وهاي كانت أكلتنا اليوم من فلسطين الحبيبة. ألف تحية وسلام وحب لكل الفلسطينيين، وإن شاء الله تبقى فلسطين حرة عربية. حبايبي ألف عافية، سهمكم العافية. ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي.